هنا بني سويف، هنا الوسطى والعياط والبدرشين والجيزة، هنا الفيوم، وهنا مدينة 6 أكتوبر. ده الطريق الدايري الإقليمي، وده الطريق الدايري الأوسطي، وده الطريق الدايري القديم، وده شارع الهرم. ده طريق الصعيد الصحراوي الشرقي اللي بنسميه طريق الجيش، وده طريق الفيوم وبيتفرع منه الطريق الصحراوي الغربي اللي رايح أسيوط. ده اسمه طريق الواحات، بيوصل الجيزة بالواحات البحرية. وده طريق اسكندرية الصحراوي، وده طريق محور رود الفرج اللي بيمتد باسم طريق الضبعة. وده بقى هو أول طريق في مصر بنسميه محور، وهو محور 26 يوليو. عندك وصلات إضافية جاية من الطريق الدايري زي دي ودي ودي. وعندنا طريق هنا اسمه وصل الدهشور. وعلشان تعرف كويس الجزء الأكبر من إقليم غرب القاهرة، فعندك 3 مدن كبيرة جدا موجودين في الناحية الغربية. رقم 1 مدينة الشيخ زايد، موجودة بين طريق اسكندرية الصحراوي ومحور يوليو ووصل الدهشور. رقم 2 مدينة حدائق أكتوبر، موجودة بين طريق الفيوم وطريق الواحات والداير الأوسطي، لكن ليها امتداد غربي جنب طريق الواحات. أما رقم 3 فهي مدينة 6 أكتوبر، وهي موجودة بالأكثر بين وصل الدهشور وطريق الواحات، ويصل إليها ويمر فيها محور يوليو هنا، ويصل إلى 6 أكتوبر ويمر فيها كمان الطريق الدايري الأوسطي هنا. وبيمر على 6 أكتوبر خط القطار الكهربائي السريع اللي جاي من العين السخنة وجنوب العاصمة وحلوان. والخط ده بيعدي نهر النيل من حلوان للبدرشين. هنا بتتعمل محطة البدرشين أو محطة جنوب الجيزة، موجودة تماما بجوار خط القطار القديم اللي جاي من أسوان. وهنا في مكان صحراوي لغاية دلوقتي بتتعمل محطة حدائق أكتوبر المركزية للقطار السريع. بعد كده خط القطار السريع بيمر أسفل طريق الفيوم، ثم يخترق خط القطار السريع مدينة حدائق أكتوبر، ثم يعبر خط القطار فوق طريق الواحات فينتقل من مدينة حدائق أكتوبر ويدخل لمدينة 6 أكتوبر. وبيمشي خط القطر مجاور تماما وموازي لخط سومد. وبعد طريق الواحات توجد محطة 6 أكتوبر للقطار السريع، والمحطة دي هتكون في مكان مركزي مهم في مدينة 6 أكتوبر. وبعدها ب24 كيلو محطة سفنكس، وبعد سفنكس ب33 كيلو محطة مدينة السادات. طيب علشان نفهم كويس مدينة 6 أكتوبر فاحنا ممكن نقسم المدينة ل4 مناطق رئيسية. الجزء الأول الخارجي الموجود شمال مدينة حدائق أكتوبر، يعني الجزء ده المحاط بطريق الواحات وطريق وصل الدهشور ومحور 26 يوليو وطريق اسكندرية الصحراوي وطريق حي الأشجار اللي جاي من الدايري. والجزء ده البعض بيسميه نيو جيزة، أو بتوجد فيه مناطق باسم نيو جيزة، لكن هو إداريا جزء من مدينة 6 أكتوبر. الجزء الثاني من مدينة 6 أكتوبر هو الجزء الرئيسي واللي فيه أقدم مناطق 6 أكتوبر، وده محصور بين وصل الدهشور وطريق الواحات والطريق الدايري الأوسطي وشارع جمال عبد الناصر. وهو ده الجزء اللي بيحتوي على الأحياء الرئيسية في المدينة، والجزء ده طوله 10 كيلو متر. الجزء الثالث في المدينة فأنا بعتبره المنطقة الصناعية، وهو الموجود غرب الطريق الدايري الأوسطي، وهنلاقيه محصور بين الدايري الأوسطي وطريق الواحات والحزام الشجري الأخضر من هنا. وهنا بيتم إنشاء مدينة أكتوبر الجديدة، وكذلك الحزام الأخضر من الناحية الشمالية. وعلى فكرة الجزء ده مش كله مصانع، أما الجزء ده اللي بين الدايري الأوسطي وطريق الواحات من الناحية الغربية فده تابع عمرانيا لمدينة حدائق أكتوبر. الجزء الرابع من مدينة 6 أكتوبر هو أحدث أجزائها، وهو ما يوجد شمال شارع جمال عبد الناصر فيما يسمى بالتوسعات الشمالية، وغيرها من الكومباوندات الحديثة اللي تم إنشائها مؤخرا أو جاري إنشائها.
والجزء الرابع ده هو المحصور بين طريق وصل الدهشور وشارع جمال عبد الناصر والطريق الدائري الأوسطي والحزام الأخضر الشمالي. وإن كان الجزء ده ابتدى يحتل منطقة الحزام الأخضر الشمالي ويمتد إلى الصحراء القريبة من منطقة نيو زايد، وأنا كنت عملت فيديو قبل كده عن منطقة نيو زايد. تعالوا نتناول جزء جزء ونتكلم بشيء من التفاصيل البسيطة عن كل جزء. طيب احنا قلنا ان الجزء الاول الشرقي الخارجي هو المحصور بين محور يوليو وطريق وصل الدهشور وطريق الواحات وطريق حي الاشجار اللي جاي من الدايري وطريق اسكندرية الصحراوي. هتلاحظ 4 حاجات كبيرة كده اول ما تبص على الجزء ده. 1 كومباوند الخمايل اللي جنب محور يوليو. 2 كومباوند جديد ضخم اسمه نيو جيزة. 3 كومباوندات مختلفة لكن كلها باسم بالم هيلز. 4 دريم لاند. وعندك بقى حاجات تانية صغيرة، جراند بلازا، الأمن الوطني، والكناريا، ده على التقاطع مع طريق اسكندرية. وعلى طريق اسكندرية هتلاقي اسلاسكا يونيفرسيتي، وده فندق حياة ريجنسي، وجامعة نيو جيزة، كومباوند جولز، كومباوند الأهرام هايتس، وده طريق حي الأشجار اللي رايح لحي الأشجار اللي يعتبر في حدائق أكتوبر. والأحمر ده هو بداية خط المترو الرابع، وهنا جنب أول محطة اسمها محطة حدائق الأشجار وليس حي الأشجار. جنب المحطة دي هتلاقي على الطريق ده كومباوند ماونتن فيو وكومباوند الباتيو. أما على طريق الواحات فعندك دريم لاند، مول مصر، كومباوند الروضة، نادي وادي دجلة. بعد كده هتلاقي كومباوندات صغيرة تانية زي برنسس وبالم فيلا والمدينة التعليمية في 6 أكتوبر، كومباوند بالم بارك وقرية الشروق والبستان ريزيدانس وريم، سوان ليك، جدار، جويا، ويستجيت هيلز. وهنا التقاطع بين طريق يوليو ووصل الدهشور، يعني ميدان جهينة وكوبري جهينة. ومن ناحية الشيخ زايد هتلاقي جامعة النيل. ولسه في كومباوندات جديدة بتتعمل في المنطقة دي، فاسأل وروح اشتري. أما الجزء الثاني في مدينة 6 أكتوبر فزي ما قلنا هو الجزء المحصور بين وصل الدهشور وطريق الواحات والطريق الأوسطي وشارع جمال عبد الناصر. في هنا كومباوندات مميزة جدا، والقرية 1 و4 و6 ومينا جاردن سيتي والحي المتميز. وعندك هنا مول العرب الغني عن التعريف وفندق نوفيتيل ومستشفى دار الفؤاد وجامعة مصر ونادي نقابة المهندسين. والخط الأزرق ده هو أواخر محور 26 يوليو، والأحمر ده هو شارع جمال عبد الناصر، وهنا محطة القطار السريع ل6 أكتوبر. الحي الكبير ده بقى اسمه حي غرب سوميت لأنه موجود غرب خط سوميت، يعني بقى غرب خط القطار السريع، وهو من المناطق الجديدة في 6 أكتوبر لأنه تم بناؤه في سنة 2007 و2008 وطوله كده أكتر من 3 كيلو. ومحور 26 يوليو بينتهي باللقاء مع طريق الواحات، وبعد محطة القطار منطقة خدمات ومولات ونوادي وجهاز المدينة جنب محور 26 يوليو. وجهاز المدينة هو بداية ما يسمى بالمحور المركزي، محور الخدمات المركزي، وهو عبارة عن ممر طوله كده أكتر من 6 كيلو ما بين محور يوليو والدائري الأوسطي، وعرضه كده 350 متر، محصور بين طريق المونوريل وطريق النصر. وهنا الحي الأول والحي الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس، فتوصل للدائري الأوسطي. وهنا قرب الحي الأول والثاني توجد جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والأداب، ويوجد منطقة جنوب الأحياء وال27 فدان وحي الزمالك بجوار طريق الواحات. أما المحور المركزي فبعد جهاز مدينة 6 أكتوبر توجد جامعة 6 أكتوبر، وبعد كده في طريق هنا اسمه طريق التحرير لما بيتقاطع مع طريق النصر هنا فعندك جامع الحصري، والميدان ده اسمه ميدان الحصري، وده طبعا منطقة زحمة جدا ومشهورة جدا في 6 أكتوبر. طريق التحرير هو طريق رئيسي عريض بيسهلك الانتقال بين الأحياء ال6 الأولى، وهنا ميدان النجدة وميدان الحرية، وهنا ميدان فودافون وميدان أنور السادات، وهنا جامعة الثقافة والعلوم ومعهد الهندسة والحاسب. وقصاد الحي الأول هتلاقي الحي السابع، وقصاد الحي الثاني
هتلاقي الحي الثامن، وقصاد الحي الثالث هتلاقي الحي التاسع اللي لسه الصحراوي وما اتبناش كله، وقصاد الحي الرابع هتلاقي الحي العاشر، وقصاد الحي الخامس هتلاقي الحي ال11، وقصاد الحي السادس هتلاقي الحي ال12. وجوه كل حي عدة مجاورات. أما الجزء الثالث في مدينة 6 أكتوبر فهو المنطقة الصناعية العملاقة الكبيرة واللي بتعتبر فخر لمصر كلها، وهي المحصورة بين الطريق الدائري الأوسطي وطريق الواحات والحزام الأخضر، وفيها أكاديمية أخبار اليوم وجامعة الأهرام الكندية. لكن الجزء الرابع هو الجزء اللي العين عليه حاليا، لأنه هو اللي لسه بينمو وبيتطور وأسعاره بتزيد يوم بعد يوم، وهو المحصور بين وصل الدهشور وشارع جمال عبد الناصر والدائري الأوسطي والحزام الأخضر. وإجمالا بيطلق عليه التوسعات الشمالية لمدينة 6 أكتوبر. لكن في كومباوندات كتيرة مستواها عالي جدا، شايف جراند هايتس، ماونتن فيو، نيوم، شايف الكومباوندات الجديدة اللي اتعملت في الناحية الشمالية من مول العرب، وده نادي الصيد. والطريق الفوشيا ده اسمه محور البوليفارد، وده تعرفه لما تروح هناك لأنه بتقع عليه أفخم وأغلى الكومباوندات. أنا عارف إني مش بديك تفاصيل كبيرة ودقيقة عن كل كومباوند أو مشروع ومكانه وأسعاره ومساحاته، أنا بعرفك الصورة الإجمالية الكاملة للمنطقة، وبفتح عينك وإنت حاول تشتري حاجة جنب جامعة أو جنب محطة قطار أو جنب محطة مونوريل أو جنب طريق رئيسي أو حتى جنب كومباوند غالي لو ما قدرتش تشتري في الكومباوند الغالي. دي الأماكن اللي بتكون مميزة وسعرها بيزيد كاستثمار لبكرة. أما مسار المونوريل فأنا همشي عليه بالماوس وإنت شوفه جاي منين ورايح فين. هو ده مسار المونوريل اللي يعتبر جاي من نواحي أكتوبر الجديدة، وبيعدي في المنطقة الصناعية وبيمشي كده في المحور المركزي، جنب المحور المركزي على طول على طول على طول، وبعد كده بيوصل لمحور 26 يوليو. أنا عايزكم تعملوا لي لايك، تشتركوا في القناة، تفعلوا زر الجرس، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.